قصير على القائم الاول، عرضيه من الزواني، لكن هناك صافره بالمناسبه من الحكم الكونغولي. نعم، ندارا يمثل الكونغو الديمقراطيه في طاقم الحكام الذي يقود مباريات كاس الامم الافريقيه، يساعده كابيني وكذلك امالدين، بينما الحكم الرابع هو الزامبي جاني سيكازوي. هذه الاعاده مره اخرى عن خطا المرتكب هنا داخل منطقه الجزاء. تمشي كره كريم الاحمدي مرفوعه على يوسف نصيري في نهايه المطاف، ضربه حره غير مباشره لمنتخب جنوب افريقيا. هذه الاعاده مره اخرى البينيه لوجود وضعيه تسلل، اعتقد ما فيهاش تسلل الكره الماضيه. يوسف نصيري وجها لوجه مع حارس المرمى، كره خطيره هذه، والمتابعه بعد ذلك الى الركنيه الثانيه لمنتخب جنوب افريقيا. ربع ساعه على بدايه المباراه والتعادل لا زال قائم في ثالث جولات المجموعه الرابعه. شوف الاعاده، عمليه التمويه في اتجاه لاعب موتيبا، ولكن ايضا رده فعل دفاعيه ممتازه من طرف اللاعب غانم سايس. ما شاء الله غانم سايس يعني اداؤه يكبر مباراه بعد اخرى. غانم سايس الذي بات مطلوبا على فكره من بعض الانديه الانجليزيه بعد موسم رائع مع فريق ويلفرهامبتون. اذا ستلعب هذه الركنيه لفائدة منتخب جنوب افريقيا. المتابعة من نصير المزراوي، يضغط اللاعب نور الدين مرابط. هذه قوة المنتخب المغربي عندما يضيع الكرة خلف مبارك. إذا يصعد مبارك للتنفيذ، سيترك لحكيم. نعم، زياش سيرفع بكل تأكيد داخل منطقة الجزاء. زياش مرفوعة، حارس المرمى. بعد ذلك ويليامز بالبوكس هنا وسط المدافعين، يتمكن من إخراج هذه الكرة. الحكم يصفر خطأ. نعم، إذا الحكم يتدخل في هذه الأثناء ويشير إلى وجود خطأ على لاعب كريم الأحمدي. أرجوك يا الأحمدي كن هادئ وكن حريص وكن حذر جدا من الالتحامات ومن الأخطاء، لأن إنذار قد يغيبك عن المباراة الدورية الثانية. هذه الإعادة مجددا، الكثير من الحسابات والكثير من التخمينات والكثير من الأرقام الخاصة بمواجهات الدورية الثانية. طبعا لنتفادى جميع الحسابات يا إيرفي رونار، أنت تعرف بأن التعادل ويا ريت الثالث بالفعل لو نظرنا الى حسابات المجموعات الاخرى. بارك بوصوفه في عمليه الاستلام في صافره وفي خطا. حتى اذكر سريعا المنتخبات المتأهله، مدغشقر، نيجيريا، غينيا، بينما هناك انذار بالفعل، انذار في هذه اللحظات. مصر، اوغندا، مدغشقر، نيجيريا، غينيا، الجزائر كذلك ضامنة التأهل إلى جانب المغرب، ومنتخب مالي، ولا ننسى أيضا منتخب الكاميرون في انتظار. طبعا الكاميرون 4 نقاط في انتظار المباراة الأخيرة. هناك بعض المنتخبات اللي عندها 4 نقاط، سننتظر الحسم في نهاية الأمر. عموما سنشاهد الضربة الحرة من نفس المكان. قبل لحظات كانت هناك كرة للاعب حكيم زياش. إذا ننتظر التنفيذ. طبعا المنتخب المغربي تحت قيادة إيرفي رونار فك عقدة الكوت ديفوار. تحت قيادة رونار تم فك عقدة الكوت ديفوار، ونتمنى معك يا رونار فك عقدة جنوب افريقيا في نهايات كأس الأمم الافريقية. زياش يسعد للتنفيذ باليسرى دائما لما تأتي مثل هذه الوضعية ومثل هذه الكرة. حكم الكونغو يعطي الإشارة، مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء، دائما خطيرة، فرصة. يونس بلندا صاحب اليمينية. نعم، يونس بلندا صاحب اليمينية. شوف الإعادة هنا، الكرة ترفع، بعد ذلك أحد المدافعين يغير اتجاهها، وصلت يونس بلندا كما جاءت هنا باليمنى على الطاير، ولكن مرت عالية على مرمى الحارس ويليامز. أول فرصة اعتبرها لفائدة المنتخب المغربي بهذه الطريقة. نعم، فضل اللاعب يونس بلندا ان يسدد صاحب المباراه رقم 58. جاز يا كريم في عمليه استخلاص الكره. عندك المساحه يا حكيمي، العرضيه بخارج القدم ممتازه، بخارج القدم ممتازه. رائع ما قام به اللاعب كريم الاحمدي في عمليه القطع في وسط الميدان، وصلت سريعا للاعب حكيمي بخارج القدم. شوف الاعاده بخارج القدم، ولكن ايضا رده الفعل لحارس المرمى ويليامز. اولا مرور جميل من طرف اللاعب حكيمي. طبعا حكيمي ممتاز في عملية الانطلاقات، ولكن حكيمي ربما ننتظر عرضياته تكون أفضل، عرضياته في اتجاه يوسف نصيري تكون أفضل وأحسن مع مرور المباريات. كرة أمامية، ولو انه يبذل مجهود اللاعب حكيمي في عمليه تمرير الكره، في بعض الاحيان يجد صعوبه في تمريرها بالقدم اليسرى، لانه هو يفضل بلندا. محاوله المرور ممتاز هنا في عمليه التغطيه من اللاعب حكيمي. في نهايه المطاف تخرج الى رميه
جانبية. نعم أكيد ستكون هناك اختبارات لمدافعي المنتخب المغربي سواء سايس أو مروان داكوستا أو حتى اللاعب حكيمي. ينسى أيضا مزراوي. صحيح مزراوي يحب كثيرا الصعود إلى الأمام، يحب كثيرا أنه يساند، يحب كثيرا أنه يهاجم، ولكن يا مزراوي عليك أن تكون حذرا جدا من بعض مناورات لاعبي منتخب جنوب أفريقيا خاصة اللاعب تو. صراحة أنا كنت أنتظر بأن جنوب إفريقيا ربما سيكون أصعب من الكل. في كأس إفريقيا لعب 7 مباريات. نور الدين مرابط خلق 8 تمريرات حاسمة، وهذه مباراته الثامنة في مشاركاته الإفريقية، بينما الكرة العرضية بعد ذلك الدفاع يتدخل. نور الدين مرابط على فكرة يلعب مباراته رقم 58 مع المنتخب المغربي، سجل قبل ذلك 5 أهداف. يونس بلندا يتقدم، يونس يمررها في اتجاه من اللاعب نور الدين مرابط. نور الدين يعيدها إلى الخلف. كريم الأحمدي بدأت الآن السيطرة والاستحواذ على الكرة في نصف ميدان منتخب جنوب افريقيا. نصير مزراوي بيليه، لكن بعيده جدا على داون. على فكره ربما كنا ننتظر 4-5 لاعبين من سان داونز في تشكيله المدرب باكستير، ولكن لاعب واحد فقط من سان داونز. بينما فرصه خطيره. مرت سالمه ديالتو، مرت سالمة تو، ومن سدد بالقدم اليسرى. هذه الإعادة مجددا، التمريرة ثم تو باليسرى. شوف هنا تركوا المجال للتسديد لحسن الحظ أن الكرة مرت جانبا عن مرمى منير المحمدي. نأخذ حذرنا من هذه الوضعية ومن مثل هذه التسديدات، لأن عندهم لاعبين يجيدون التسديد. لا لاعب مكوجو، لا لاعب تو، لا لاعب سيريرو، وحتى لاعب الزواني عنده القوة في التسديد. هنا المدرب باكسير يتحسر على ضياع الكرة الماضية مرت. ماذا سيفعل؟ مرابط يعلي، مرابط يراوغ، مرابط العرضية وتسديدة. الأولى والثانية. يوسف نصيري كاد يفعل براسو، كاد يسجل براسو. جات المتابعة الثانية عن طريق لاعب يونس بلندا يسددها، ولكن في المكان المتواجد في حارس المرمى ويليامز. نعم في المكان وفي الزمان المناسبين. هنا يتصدى لكرة اللاعب يونس بلندا. هذه أخطر كرة للمنتخب المغربي، ولكن هنا كان ممكن بالسنتيمترات. التايمينغ لم يكن حاضر من جانب لاعب يوسف نصيري، التايمينغ لم يكن حاضر من جانب لاعب يوسف نصيري. في لقطة كان ممكن يكملها براسو، في لقطة كان ممكن يتابع براسو. الكنترول ممتاز من طرف اللاعب حكيمي او اللاعب زياش. عملية الآن رفع الإيقاع. مهم جدا أن نرفع الإيقاع، مهم جدا أن نرفع الإيقاع، لأنه الإيقاع الماضي يصعب علينا المهمة ويبعد علينا هنا الضغط على حارسي المرمى ويليامز. هنا كرة وفرصة وصلت إلى جهة مكينزي لكن غير مسايس. حكم محدو الارقام ربما تاتيكم اتباعا من نسبه الاستحواذ بكل تاكيد هي لفائده على المنتخب المغربي. لمسه رائعه وكنترول جميل من مرابط، يحضر مرابط هنا في اتجاه مبارك ابو صوفه. ممتاز، يلا يا مبارك بالهدف في عمليه التسديد. ممكن يسدد الكره بلندا. كان عندك المجال لتمرر ناحيه لاعب نور الدين. هو مرابط الجرادياتور مرابط. ولعبنا على اللاعب يوسف النصيري. نعم مجهود رائع قام به اللاعب زياش في عملية المرور قبل أن يعكس هذه الكرة، لكن كانت بعيدة كل البعد عن اللاعب يوسف نصيري. شوف الإعادة، هذه أخطر كرة لجنوب إفريقيا عن طريق اللاعب توبي القدم اليسرى. كنا محظوظين في هذه الكرة، كنا محظوظين، ولكن لا ننسى بأنه لدينا أيضا فرصة عن طريق لاعب يونس بلندا. تلعب الجانبية بسرعة لفائدة منتخب جنوب افريقيا. خطيرة هذه، ماذا تفعل يا مروان داكوستا؟ زياش حاب يعمل الكنترول زياش، ولكن في هذا المكان صعب. في هذا المكان أنت تجازف يا زياش نتيجة الكثافة العددية والزيادة العددية. الأحمدي ضاعت يا كريم، أصبح يضيع الكرة بشكل مستمر اللاعب كريم الأحمدي في وسط الميدان. على فكرة كان هناك ترشيحات بأن كريم الأحمدي لن يكون أساسيا في لقاء اليوم، سيتم إراحته ربما، ولكن في نهاية المطاف هو حاضر في التشكيل الرسمي. بينما الحكم اندالا يعلن على نهاية شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين. شوط أكثر حذر وأكثر حيطة وأكثر قوته في التسديد. مشاهدينا الكرام
في ظل صعوبة الاختراق. نعم يجدون هذا الحل وهذا المجال لتسديد هذه الإعادة. تركوا المجال يلعب ماكينزي لاعب كيب تاون سيتي ليسدد باليمنى. لحسن الحظ هنا لم تكن مؤطرة هذه التسديدة، مرة جانبية على مرمى الحارس منير المحمدي. وجب الانتباه عند يمررها في الجهة اليسرى ناحية من هنا مباشرة العرضية حكيمي بالراس يا يوسف ينصيري، بالراس يا يوسف ينصيري. يا سلام على هذه العرضية، يا سلام على هذه العرضية يا حكيمي. أشرف حكيمي، هذه الكرات التي أنتظر منك يا أشرف يا حكيمي. لماذا؟ لأنه هذه جاءته بالقدم اليمنى، يرفعها بهذه الطريقة والرأسية مجددا من طرف اللاعب يوسف ينصيري، ولكن لم يكن مركزا فيها. شوف عملية الارتقاء ما شاء الله، يرتقي بهذه الطريقة أعلى من الجميع. وكلكم تتذكرون ما حصل، اللي عنده أرقام مميزة في عدد التمريرات الحاسمة التي أعطت الأهداف. تصل كرة بارك بوصوفة مع حكيمي، وحدة ممتازة العارضة تحرمنا من هدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وانتم من اروع ما يكون، وانتم من اجمل ما يكون. حكيمي باليمنى، يا سلام يا سلام يا حكيمي بالقدم اليمنى، سدد بقوة، لكن العارضة تحرمنا من هدف مميز في هذه اللحظات. من اجمل ما قدم حكيمي بهذه الثنائيات وبهذه الاوتوماتيزمات. مر حكيمي من هنا، سدد حكيمي من هذه الوضعية، والعارضة تحرم حالك مفاتيح الانتصار يا إيرفي رونار. هذا أكيد، كل معطيات المواجهة تؤكد بأن المنتخب المغربي ممكن أن ينتصر. يا سلام، واللي أبدع معنا دي بروسيا دورتموند في بداية الموسم المنقذ، بينما كرة بينية، فرصة جول عودها له. تكررت الحكاية والرواية في تناغم بين نور الدين مرابط وكذلك لاعب يوسف ينصيري. نعم مرابط السيناريو ذاته يتكرر، ولكن الاختلاف في الفعالية. يوسف ينصيري تتكرر الحكاية والرواية. شريط الكوت ديفوار يظهر الآن في ثنائية ولا أحلى. الباس والاسيست والتمريرة الذكية من نور الدين مرابط في أحلى أداء يقدمه الكلادياتور المرابط. التمريرة في اتجاه لاعب يوسف ينصيري، ولكن مرة جانبا ممتاز. حتى اللقطة نالت استحسان إيرفي رونار. حياهم إيرفي رونار على الكرة الماضية، حياهم إيرفي. تمشي من جديد مزراوي مرابط العرضية. أنصيري لم تكتمل بهدف. دائما مساندة مرابط، الامدادات تتواصل معك يا مرابط. تسلم قدمك يا مرابط. شوف الإعادة مرة أخرى، تسلم راسك وتسلم قدمك يا مرابط. شوف الإعادة، يرفع بشكل ممتاز على المقاس، حتى براس اللاعب تماما في هذا الوقت بالذات. وكرة ممكن يخطف أنصيري، هذه قوة أنصيري الذي لا يستسلم. الكرات اللي ممكن يقتنصها يوسف ينصيري. مشى للكرة، ولكن ويليامز تايمينغ الخروج هنا وتوقيت الخروج كان في محله من جانب الحارسي ويليامز، والحكم يتدخل للإعلان عن ضربة حرة. إذا ننتظر تنفيذ الضربة الحرة. عموما فرص كانت أوضح للمنتخب المغربي، يعني شعرنا في وقت من الأوقات هذه الضربة الحرة الجانبية. الكرة مرفوعة، فرصة، جول. بركاتك يا مبارك، هلالك يا مبارك، بركتك حاضرة يا مبارك. بلمسة، بتسديدة، بكرة في مرمى الجنوب الافريقية. هكذا احلى قصة واحلى انتصار واحلى تقدم منك يا مبارك يا بوصوفة. بركاتك يا مبارك، حضرت في اللحظات الأخيرة، خطفها مبارك من وسط اللاعبين الجنوب افريقيين. جاءت اللمسة والهستيريا في المدرجات، الأعلام المغربية في المدرجات، الراية المغربية الخضراء والحمراء، النجمة الخضراء وسط الشعار الأحمر. هنا الراية المغربية خفاقة في المدرجات. بلمستك يا مبارك، ببركتك يا مبارك، بتسديدتك يا مبارك. وحش يا مبارك وسط المدافعين.
مدافع جنوب افريقيا وسط جدار جنوب افريقي، ولكن مبارك كسر الجدار. ابوس راسك يا حكيمي، اقبل راسك يا حكيمي. منك جات الكرة يا حكيمي، ومنها جات الفرحة بهدف التقدم في اللحظات الأخيرة. تتكرر الرواية وتتكرر القصة. سجلنا هدفا بالنيران الصديقة في المباراة الأولى، وهي القصة تعاد، ولكن الأكثر من ذلك سنفك عقدة البافانا بافانا. التاريخ سيكتب هنا في مصر، التاريخ سيكتب هنا في ملعب السلام. ملعب السلام